بس إزاي بنت صغيرة كل يوم تقدر تعمل المهام دي كلها بلا كلل أو كسل أو ملل؟ أعزائي المشاهدين، الإجابة هي كان يا مكان في قديم الزمان وفي مملكة بعيدة عاش تاجر غني مع مراته اللي بيحبها جدا حياة سعيدة. في بداية حياتهم الزوجية ربنا رزقهم بمولودة بنت صغيرة زي القمر سموها فاسيليسا. ليه يعملوا في البنت كده وفينا وأنا أقعد طول القصة أقول فاسيليسا فاسيليسا؟ معرفش. المهم، ومرت الأيام والشهور عايشين في تبات ونبات، وبعد 12 سنة في يوم ما طلعتلوش شمس أم فاسيليسا مرضت مرض شديد. أما الست حست إن خلاص بتودع طلبت من جوزها ينده لها البيت. فاسيليسا دخلت سلمت على أمها وقعدت جنب سريرها، وأمها قالت لها فاسيليسا يا حبيبتي، عايزة أقول لك كلمتين تحطيهم حلقة في ودنك. أنتِ بنت زي القمر وطيبة ومحترمة، والطيبين في الدنيا دي بيعانوا كتير وبيشوفوا الويل. لحد هنا هي شبه قصة أميرة كلنا عارفينها وحافظينها كويس. هتختلف إمتى؟ دلوقتي حالا. الست هتقوم دب ايديها تحت البطانيه مطلعه عروسه مديها لفاسيليسا وقالت لها انا عايزاكي دايما تخليها معاكي وما تفارقكيش ابدا. يوم ما تكوني في محنه طلعيها اكليها واحكي لها عن مشاكلك وساليها تتصرفي ازاي وهي دايما هتساعدك. والست خلصت كلامها من هنا وحضنت البنت حضن اخير وفيصت. ومرت الايام وداوت قلب التاجر من فراق مراته، ولان بيتهم زي اي بيت محتاج واحده ست والبنت محتاجه قرر يتجوز تاني. نرجع بقى سندريلا. التاجر كان راجل محترم ووسيم، وزي ما قلنا في اول القصه غني، فمال وجمال واخلاق، وموضوع انه يلاقي واحده تقبل بيه ده ما كانش عائق خالص. وفي يوم من الايام ما طلعتلوش شمس قلبه اختار واحده ست جارتهم ارمله عندها بنتين في عمر فاسيليسا، واحده اكبر منها بسنه والتانيه اكبر منها بسنتين. قال منها هي مش عيله صغيره بقى عايزه تتنطط وتروح وتيجي واديني واصرف عليا وفسحني، حاجات اللي هو خلصها مع العيال دي. ومنها انها البنات من عمر بنته تفهم وعندها خبره في تربيه البنات كويس. وعلى هذا اتجوزوا، جاب الست وبناتها ينوروا بيته هو وبنته. في البدايه كان الموضوع لذيذ وعايشين كويسين لحد ما تجاره وشغل التاجر كبروا بقوا يتطلبوا غيابه عن البيت كتير. سرعان ما اتشقلبت الايه. فاسيليسا كانت بنت زي القمر، والموضوع ده كان عامل عقده وازمه نفسيه للولايه وبنات. يوم عن يوم الصرم والغل ملأ قلبهم تجاه فاسيليسا. أنا لو قلت فاسيليسا مرة واحدة كمان هموت نفسي. وبقت الست لما تيجي توزع مهام البيت على البنات تدي لبناتها الاتنين الحاجات البسيطة الهشك بشك، وتفحت فاسيليسا بره في المزرعة تغسل وتنشر، تأكل البهايم والطيور وتنظف لهم، تلم البيض وتحلب البقر وتجمع القمح وتطحنه، تغسل الغسيل وتنشره. ويوم عن يوم بقت شغالة جوه وبر. والهوانم الاتنين التانيين وامهم قاعدين حاطين رجل على رجل. كل يوم طول النهار فاسيليسا متمرمطه في عز الظهر في شغل المزرعه، واخر اليوم تدخل تحضر لهم العشاء المحمر والمشمر، وما تخلص وترص السفره تاكل بواقيهم. وقد تظنون ان شطاره فاسيليسا دي كلها تشفع لها عند مرات ابوها، ولكن العكس تماما. كل مره كانت فاسيليسا بتنجح في هذه المهام الشبه مستحيلة كلها الست كانت بتتزرب منها أكتر. بس إزاي بنت صغيرة كل يوم تقدر تعمل المهام دي كلها بلا كلل أو كسل أو ملل؟ أعزائي المشاهدين، الإجابة هي العروسة. كل يوم على العشاء بعد ما فاسيليسا بتخلص رص السفرة وتحضيرها لمرات أبوها وبناتها الاتنين، تاخد طبقها وتروح على أصغر أوضة في البيت كله، أوضتها. أبوها يجي من بره يقعد يتعشى معاهم ويسأل عليها، فمراته تقول له نايمة جوه. صعب قوي فاسيليسا دي، طول النهار يا نايمه يا بتاكل، ما بنشوفهاش غير عشان الاكل. لا ما تزعلش مني، البنت تخيب كده. لا، البنت لازم يتقرص عليها شويه عن كده. ازاي يعني كده تخيب لا تعرف تعمل حاجه ولا تسوي حاجه. عارف انا بموت في فاسيليسا دي، ما تفرقش حاجه عن اشكناز وماهيناز بناتي في اي حاجه. معقول بنت نايمه طول النهار ما تقومش غير على الاكل؟ شوف وشها غير في الطبق، رايحه بطبق جايه بطبق. لا ما تزعلش مني، مثال المرحومه كانت متوحمه على ايه فيه سلحفه. ايه حزمة خص ايه البنت دي؟ لا انا مش هتكلم، يعني ربنا يخليها لنا. كل ده وفاسيليسا في اوضتها قافله عليها بابها، تطلع العروسه وتحط لها طبق الاكل تقول لها يلا بسم الله. حاجه مش قد المقام، بس زي ما بيقولوا لقمه هناك كفي 100. العروسه عينيها تنور وتبتدي تاكل، وفاسيليسا تقعد جنبها تحكي لها وتشكي لها همها. شفتي ولاد الجعانين اللي عمرهم ما شافوا اكل ولا خير في حياتهم، شفتي بيعملوا ايه؟ الله يسامحك يابا، انت السبب، الله يسامحك. كنا مرتاحين والله العظيم. اعمل ايه بس يا رب؟ اعمل ايه ولا الاقيها منين؟ العروسه تخلص اكل وتطبطب عليها تقول لها فاسيليسا حبيبتي، لا يا ماما لا تخافيش من حاجه ابدا طول ما انا معاكي. انت قومي مددي جدتك شويه والصباح رباح وكله هيتحل. كل يوم الصبح فاسيليسا تاخد عروستها وتطلع المزرعه. العروسه تقول لها روحي انت بقى مددي هناك بقى كده شويه، ولا روحي شوفي العبي في الكيدز اريا، مالكيش دعوه انا هنصرف. والعروسه تقوم مشمره
وداخله ايه بقى البت الفت النت تاكل البهايم والطيور وتنضف لهم وتحلب البقر وتلم البيض، تجمع القمح وتطحنه، تغسل الغسيل وتنشره. ما تخلص اعمال المزرعه تكون فاسيليسا ريحت لها شويه، تدخل تحضر لهم العشاء وترصه لهم، واليوم يعدي ونيجي تاني يوم نفس الحكايه. ومرت السنين على ده الحال، والثلاث بنات كبروا، وطبعا لا الثرم والغل مش مفيدين خالص للصحة. بنتين بنات مرات أبو فاسيليسا بقوا عدمانين وحالهم يقرف الكلب الحزين، محدش في القرية بيعبرهم. أما فاسيليسا بقت بنت عروسة زي القمر، مفيش حد بيشوفها إلا ويقع في حبها، ومفيش شاب في القرية كلها إلا ويتقدم لطلب إيديها. ولكن كل مرة مرات أبوها كانت بترفضه، بتقول له أنت عايزني أجوز الصغيرة والكبار قاعدين في قرابيسي؟ لا طبعا، يفتح الله، دي أصول. مع كل عريس كانت بترفضه، غلها من فاسيليسا كان بيكبر أكتر ونطلعه على البنت المسكين، لحد ما في يوم من الأيام ما طلعتلوش شمس. هو المكان عندهم الشمس ساعات كتير ما بتطلع. أبو فاسيليسا جاله سفرية شغل مهمة جدا وهيضطر يغيب عن البيت سنة. بعد ما ودعوه الولية لمت البنات الثلاثة وخدتهم وراحوا عاشوا في بيت قديم جنب الغابة. الغابة دي كان معروف إن في ساحرة شريرة جدا سكناها اسمها بابا ياجا. مفيش حد يجرؤ على دخول الغابة دي إلا لو كان مستغني عن عمره وحابب يكون عشا بابا ياجا. كل يوم مرات أبو فاسيليسا كانت بتتلكك لها بحاجة شكل عشان تبعتها الغابة، وكل مرة فاسيليسا بمساعدة العروسة اللي كانت بتبعدها عن طريق بابا ياجا بترجع سليمة وتقهرها، لحد ما في يوم من الأيام دبرت الجريمة كاملة مع بناتها الاتنين. كل يوم بالليل كانت بتشغل الثلاث بنات يقعدوا يغزلوا، واحدة من بناتها بالدبابيس تعمل الليس، وبنتها التانية بالإبرة تغزل الكتان، وفاسيليسا يمسكوها عجلة الغزل تفضل تلف فيها لحد ما البنت تهدى. في الليلة دي مرات أبوها تخلصت من كل الشمع اللي في البيت، وما بقاش غير شمعة واحدة اللي كانت منوراها للبنات التلاتة يقعدوا يشتغلوا عليها، وسابتهم ودخلت نامت شوية. والتلاتة سهرانين شغالين بالليل، واحدة من البنات قامت واكلة شمعة واحدة موقعاها في الأرض، قال يعني بالغلط. التانية بقى يا دي المصيبة، هنعمل ايه؟ ماما هتطين عشتنا، ما خلصناش الحاجات دي قبل ما ننام، هنشتغل ازاي دلوقتي؟ عامة انا الدبابيس منورالي وشايفة انا تمام يعني. والتانية قامت رد عليها قالت لها وانا الإبر منورالي انا شايفة. والاتنين قاموا باصين لفاسيليسا يعني انتي بقى تعملي ايه؟ يا لهوي انتي لسه قاعده؟ قومي بسرعه خدي بعضك وعلى كهف بابا ياجا هاتي شمعة وتعالي، خلي الليله دي تعدي على خير يا فاسيليسا. خلاص يا فاسيليسا خلي الليله دي تعدي على خير. وبصوا لبعض وضحكوا، والبنت فهمت الملعوب اللي هم عاملينه عليها، ولكن ما باليد حيله. خدت بعضها وقامت راحت اوضتها، طلعت العروسه اكلتها وحكت لها المصيبه اللي هي فيها. العروسه قالت لها فاسيليسا حبيبتي لا ايه ماما لا بتعيطي ليه؟ عيطي وانا موجوده؟ لا طبعا، مش انا قلت لك طول ما انا معاكي مفيش حاجه ابدا تقدر تاذيك؟ لا يا ماما لا، قومي توصي وشك كده بشويه ميه والبسي اي حاجه نروح نشوف بقى بابا ياجا دي بتعمل ايه. بس لسه فعلا هتلبس هدومها وتاخد عروستها وتنطلق في الطريق الى كهف بابا ياجا. بس لسه مشيت طول الليل، واما النهار طلع ما اعرفش بعتوها تجيب شمع ليه، لما هي بابا ياجا دي بعيده قوي كده في زايد، والبنت هترجع الصبح ما. بس هي القصه مالناش دعوه. المهم اول ما النهار طلع عليها في وسط الغابه قابلت فارس لابس ابيض في ابيض راكب على حصان ابيض، بصينها ومن غير ولا كلمه خد بعضه ومشي. بس لسه كملت مشي في طريقها، وفي عز الظهر لقيت قدامها فارس لابس احمر في احمر راكب على حصان احمر، بصلها ومن غير ولا كلمه خد بعضه ومشي. والبنت كملت في طريقها لحد ما وصلت عند بيت بابا ياجا. البيت شكله مرعب، والسور متزين بهياكل وجماجم، كل الزرع اللي في الجنينه بتاعته ميت ولونه اسود، ومكان الاوكر عظم واسنان حيوانات. بنت شافت المنظر من هنا قلبها وقع في رجليها، وسمعت صوت جاي من وراها. بتبص لقيته فارس لابس اسود في اسود راكب على حصان اسود، بصلها واول ما قرب من بيت بابا ياجا اختفى. لسه بتبص حواليها لقيت الشمس غربت والدنيا ليلت. مره واحده قامت عاصفه والهواء شد جدا لدرجة إن شجر الغابة كان بيترج ويرقص، والورق بتاعه بيخبط في بعض. ومن وسط الشجر خرجت بابا ياجا، واحدة ست عجوزة شكلها مخيف جدا وضخمة جدا، ماسكة في إيديها مقشة، ومن وراها بتكنس بيها آثار رجليها من على الأرض. كل الجماجم اللي على سور بيت بابا ياجا عينيها نورت نار. قربت على الكوخ شافت فاسيليسا، قالت لها أنتِ بتعملي إيه هنا يا بنت؟ بتعملي ايه مقصوفة الرقبة انت هنا؟ بنت ردت عليها قالت لها خدمتك فاسيليسا يا ستي، بنات مرات ابويا ينتقل بعتين ياخد شمع. من غير ولا كلمة بابا ياجا مدت ايديها فتحت باب سور البيت ودخلت، وفاسيليسا وراها. سابت المقشة بتاعتها قعدت في كرسيها واتمطعت على الاخر. عرفت هنا اسمك ايه؟ بس ايه فاسيليسا ده مرهم ده؟ مين اللي سماكي كده؟ الله يرحمه. انجري يا انجري يا بنت. بس انت انجري طلعي الاكل اللي في الفرن وحضري لي لقمه كلها احسن ظهري جسمي مكسر هيموت. بس لسه هتاخد مصباح وتطلع تنوره من نار جماجم سور البيت، تدخل على المطبخ تفتح الفرن تطلع كل اللي فيه، تفتح الدولاب تطلع كل المشاريب، هتحضر صينية أكل عال العال تكفي 10،
وتاخدها وتطلع لبابا ياجا، والساحرة هتنزل فيها هتتك بتتك مش هتسيب منها غير فتافيت لفاسيليس. هي متعودة بقى، هو ده هي بتاكل 200 كالوري في اليوم، مش مكلفة خالص فاسيليس. بعد ما تاكل الأكل بالأطباق والصينية تفلت بالعافية منها، هتقوم مسقفة: يا خدمي الأوفياء اظهروا وبانوا. يقوم طالع 6 إيدين من الأرض رايحين شايلين الصينية واخدينها داخلين بيها المطبخ. وبعدين هتبص لفاسيليسا تقول لها: أنا بكرة الصبح أطلع أشوف أكل عيشي، أذي أي حد في أي حتة، أرجع ألاقيكي مروقة الفسحة، جازة الزرع حتى لو ميت تجزيه، كنسة ومسحة المطبخ ألاقيه بيبرد، تغسلي كل المواعين، تغسلي كل الهدوم. 4 سيزونز ارجع الاقي الكوخ المنتن ده 4 سيزون. ان ده ما حصلش لاي سبب من الاسباب بقى، ما تقوليش اصل امي مش عارف ايه ستي بتغسل، ما تحضريش عشاء عشان ستكونين انت العشاء. والساحره هتخلص كلامها من هنا وتروح في النوم على نفسها من هنا، والبنت هتاخد بعضها تدخل اوضه صغيره معفنه كده، تقفل الباب، تطلع العروسه، تاكلها وتقعد تعيط وتحكي. بس لسه حبيبتي هو انت كل حاجه تعيطي ولا نسيتوا ولا ايه؟ ما ستي قلت لك مش هيحصل حاجه، انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ بزومه ايه؟ ولا هو نكد وخلاص؟ انا حبيبتي قومي مددي والصباح رباح، ما تشيليش هم اي حاجه. بس لسه هتاخد بعضها وتروح تنام. تاني يوم الصبح هتقوم تفتح ستاره الشباك، هتلاقي الساحره خارجه من باب الكوخ في ايديها مقشتها بتكنس وراها اثارها من على الارض، وهتقوم مصفره الشجر هيوسع، تدخل الغابه وتختفي. تقوم مطلعه العروسه، العروسه هتقول لها: خش انت حضري العشاء، ما تشغليش بالك ببره، وتاخد بعضها وتطلع بره. ايه لهلوبه، خلص كل اللي بابا ياجا طلبته واكتر كمان. بالنهار من شباك الكوخ البنت هتشوف الفارس الابيض اللي شافته من الغابه معدي من قدام البيت، وفي عز الظهر هتشوف الفارس الاحمر اللي شافته في وسط الغابه معدي من قدام البيت، وقبل الشمس ما تغرب هتشوف الفارس الاسود اللي شافته قدام البيت وهيختفي بنفس الطريق. بمجرد ما يختفي الهواء هيشد والشجر هيترج، وبابا ياجا هتظهر من وسط الغابه، هتدخل البيت تعاين وتدقق في كل حاجه طلبتها من فاسيليس. وعلى قد ما كان نفسها تكون عملت حاجه غلط، كل حاجه كانت معموله على اكمل وجه. 7 ستارز. الساحره هتخلص اكل وتقوم مسقفه: يا خدمي الأوفياء اظهروا وبانوا. ال6 إيدين يظهروا من الأرض، يلموا الصينية والأطباق وياخدوهم ويدخلوا المطبخ. هتبص لفاسيليسا وعينيها بتطق شرار تقول لها: بكرة الصبح أنا هطلع أشوف أكل عيشي، أقفي أي حد في أي حتة، أرجع ألاقيكي عملتي كل اللي أنت عملتيه النهارده ده. في برميل بره فيه سمسم، عيل ابن حرام في حد ابن حرام رمى عليه تراب، بس ما تخافيش خد اللي فيه النصيب. بكره ارجع الاقيكي فاصله السمسم عن الدور. ان ده ما حصلش لاي سبب من الاسباب، ما تحضريش العشاء يا فاسيليسا. سامعني يا فاسيليسا، تكونينا انت العشاء. تخلص الكلمتين دول وتنام على نفسها، وفاسيليسا تاخد بعضها وتدخل اوضتها، تقفل الباب، تطلع العروسه وتقعد تعيط لها: ايه فاسيليسا حبيبتي؟ ايه يا ماما؟ بيتك عيله نكد يا بنتي، هنتصرف. يا سلام، 10 سنين 10 سنين ما بتعمليش حاجه، اللي بعمل كل حاجه اصلا، يعني تعيطي ليه؟ عيله نكد. انت بس قومي ايه مددي شويه والصباح رباح وان شاء الله كله هيتحل. اما النهار يطلع بس لسه هتفتح ستاره الشباك، هتلاقي الساحره واقفه قدام الكوخ بالمقشه بتاعتها، تقوم مصفره الشجر يوسع، تدخل الغابه وتختفي. في عز النهار الفارس الابيض هيعدي، في عز الظهر الفارس الاحمر هيعدي، وقبل المغرب الفارس الاسود هيجي عند باب البيت ويختفي زي كل يوم شويه. وبابا يرجع تدخل واكله الباب رك: فين المخفيه؟ انت يا بنتي يا فاسيليسا، هي فين فاسيليسا؟ انت فين يا بنت؟ دي الاكل. هتقعد تاكل وفاسيليسا واقفه جنبها تقول لها: يا اختي ما اسمك ايه؟ اسمك ايه فاسيليسا؟ ايه انا بقول لك ايه يا فاسيليسا؟ انت واقفه ممققالي في الاكل، اللقمه ما كانتش هتنزل فيه، انت ساكته ليه يا بنت؟ فاسيليسا تقول لها: العفو يا ستي، يعني مش عايزه تصدعك ووجع دماغ. ماشي اسالك سؤال. فالساحره هتقول لها: خلي بالك مش كل اجابات اسئلتك هتعجبك، واللي يعرف زياده عن اللزوم يركبوا الهم ويعجز بدري، بس اسالي. البنت هتقول لها: لا يا حاج انا هسال عن اللي انا شفته بس ماليش دعوه بالباقي. هتقول لها: اللي هو مين الفارس الابيض اللي بيعدي من قدام البيت ده؟ الساحره هتقول لها: ده يومي الابيض. تقول لها: امال مين الفارس الاحمر بقى اللي بيعدي من قدام البيت ده؟ هتقول لها: ده شمسي الحمراء. هتقول لها: امال مين الاسود بقى؟ في واحد اسود كده بيجي يختفي هنا كل يوم، ده مين ده يا حاج؟ تقول لها: دي ليلتي السود. والثلاثه خدمي الاوفياء. اول حاجه هتيجي في دماغ فاسيليسا الايدين اللي بتطلع من الارض، وهتقرر ان هي خلاص سكمن بكمن وتسكت ومش محتاجه تسال عن حاجه تاني. بعد ما ترد عليها تقوم مسقفه: خدمي الاوفياء اظهروا وبانوا. هيقوم 6 ايدين طالعين من الارض، يموا الصينيه ويروحوا يعصروا السمسم. يلا الايدين هتقوم رايحه واخده الصينيه واخده برميل السمسم وماشيين. الساحره هتقول لها: بما انك بقى سالتي ورديت عليكي، انا عندي سؤال ليكي. لا قولي لي يا فاسيليسا، ازاي يا بنتي يا فاسيليسا عرفتي تعملي الحاجات اللي طلبتها منك كلها وتعالي لي دغري؟
فاسيلسا ترتبك جدا وتقول لها: يا حاجه، ده انا طالع عيني، انا ما بنام والله العظيم يا حاجه، انا ما بقعدش على حيلي ابدا، ساعه ما بتخرجي الصبح لحد ما ترجعي انا واقفه على حيلي من هنا لهنا لهنا، يا دوب بتطلعي الروح والله العظيم بكون مخلصه الحاجات اللي انت طالباها، اعمل ايه بس هو يروح فين ينام، ادخل انام ما بضرش بنفسي غير تاني. الساحرة تقول لها: خلاص قصدي هتشحتي، ما كانش سؤالي هتكون بلاوي، ايه هتفتحي لي في قصه هي هتقعدي تحكي لي قصه، خلاص كفايه عليكي كده، انت بس اهم حاجه ايه، بكره اعملي نفس اللي عملتيه النهارده. الساحره ما اقتنعتش برد فاسيليسا قوي، بس عدتها وهي خلصت الكلام من هنا ونام. وفاسيليسا خدت بعضها ودخلت اوضتها، قفلت على نفسها، كلت هي والعروسه ونام. والليل فات والنهار طلع، وما فاسيليسا راحت بصت من الشباك لقت بابا ياجا خارجه من باب الكهف، في ايديها مقشتها بتكنس وراها اثار رجليها من على الارض، صفرت الشجر وسع، دخلت الغابه واختفت. العروسه قامت بدات في الاشغال الشقه بتاعت كل يوم شويه، وهي منهمره في التنظيف لقوا باب الكوخ بيترزع على اخر. بابا ياجا دخلت كلته رجل، قفشتهم متلبسين. بس لسه جريت بسرعه، شالت العروسه بتاعتها من على الارض ووقفت بتترعش قدام بابا ياجا من الخوف. ما بتقعديش يا والله العظيم مني ما يبانش عليك يا ما تحت الساهل، بس ما بقعدش وصل ايه العروسه دي يا بنت يا بنت. بس لسه بتقعد تعيط وتحكي لبابا ياجا على كل حاجه، تقول لها ان العروسه دي امها الله يرحمها على فراش الموت، قالت لها دايما خليها معاكي وما تفارقكيش ابدا، بتاكلها وتشكلها همها، وفي المقابل العروسه بتساعدها. الساحره هتنبهر وتحاول تنتش العروسه من ايد فاسيليسا، ولكن هتحرق انها ساحره وتفهم في السحر. كانت عارفه ان الحل الوحيد عشان تستولى على عروسه فاسيليسا وقوتها ان فاسيليسا بمزاجها تستغنى عنها، فهتعمل معاها اتفاق. تقول لها مبدئيا انا مش هاكلك دلوقتي، ده رقم واحد. رقم واحد انت لسه عايشه وواقفه. رقم اتنين عايزاكي تزرعي جنينه البيت وتطرح، تنزلي الجماجم كلها من على السور، تلمعيها وترجعيها، تلمعي البيت كله من الارض للسقف. في فرقه ديابه معاقين صوتهم صعب قوي، بيجوا يقعدوا يعوا بالليل، شوفي لهم صرفه، يا تخلصينا منهم يا تعلميهم ازاي يعوا وتصرفوا. كل ده خلال 7 ايام. ان نجحتي يا بنت الناس هسيبك تمشي، ما نجحتيش العروسه بتاعتي، بس بشرط تعملي كل ده من غير اي مساعده من العروس. بس لسه مفيش في ايديها اي حل تاني، هتوافق. تاني يوم من الفجر هتصحى تبتدي في المهام شبه مستحيله اللي اديتها لها بابا ياجا، من الجنينه للبيت للغابه. كل يوم بابا ياجا كانت بتخرج من البيت في نفس الميعاد، ولكن ما كانتش بتروح الغابه، كانت بتستخبى ورا شجره حوالين البيت وتقعد تراقب فاسيليسا، تشوفها اذا كانت فعلا هتعتمد على نفسها ولا هتستعين بمساعده العروس. مع كل يوم كان بيعدي من المهله ال7 ايام اللي الساحره اديتها لفاسيليسا لاتمام المهام، فاسيليسا كانت بتقرب خطوه لاتمام المهام دي. ومع كل يوم كان بيعدي من ال7 ايام حاجه جوه الساحره كانت بتتحرك ناحيه فاسيليسا، جايز عشان اجتهادها او طيبه قلبها او شطارتها. ولكن قبل اليوم السابع ما يخلص بساعه، فاسيليسا كانت انجزت كتير قوي من المهام المستحيله اللي اديتها لها بابا ياجا، واللي فاضل منه كان استحاله تقدر تخلصه في الساعه دي لو باب الكوخ بيترزع على اخر. بابا ياجا كلته رجل تاني ودخلت، قالت لها: بقول لك ايه، بصي احنا بينا اتفاق وكل حاجه، بس انت مش هينفع تقعدي معايا اكتر من كده، واحده قاعده لوحدها ماليش الا سمعتي. لا يا فاسيليسا معلش، لا يا حبيبتي، لا البيت بقى شكله يفرق، لا يا ماما بوظتي الستيل بتاع البيت، زرع لي ورد يا فاسيليسا، ورد في جنينه ساحره. لا يا ماما، حد يزرع ورد عباد الشمس، زرع لي فل وياسمين في جنينه ساحره يا ماما. ناس خدت عليا أبقى في اسره بره، اب وام و3 اطفال، فاكرين نفسهم في فاميلي بارك بره قاعدين بالمحشي. فين ايام بابا ياجا أكيلة اللحوم. لا احنا نفضها سي تراب اصلا اللي كان محل الجمال. لا يا فاسيليسا انت محتاجه، لا خلاص بقى، انت ورايح، انت من طريق وانا من طريق. فاسيليسا ابتسمت وفهمت اللي الساحره كانت بتحاول تعمله، شكرتها على الفتره اللي عاشتها معاه. الساحره خلعت جمجمه من سور البيت، رشقتها لها في عصايه، قالت لها: دي النور اللي بنات مرات ابوكي كانوا طالبينه منك، اتكلي على الله بقى. وفاسيليسا ودعتها ومشي. سافرت يوم بحاله ليل مع نهار لحد ما وصلت عند بيتهم، لقت ابوها جه. اول ما شافها جري خدها في حضنه وقعد يعيط، قال لها: انا افتكرتك توتي في الغابه، بابا ياجا كلتك. مراته بقى من ورا: لا بابا ياجا ايه الشر بره وبعيد على فاسيليسا حبيبتي، انا كان قلبي بيتقطع كده عليه والله. انت ما قابلتيش بابا ياجا ولا ايه؟ ما عرفتيش تروحي؟ الحمد لله انت شكلك ما عرفتيش تروحي عند بابا ياجا. النهارده فرح، فذبح عجل او عجله من من العجلتين اللي قاعدين بمناسبه رجوع فاسيليسا حبيبه قلبي. وهي دوبه خلصت الكلام من هنا، والجمجمه السحريه بتاعت بابا ياجا قامت منوره، طلع منها دخان كتير جدا وصوت مخيف جدا محدش فيهم كان يعرفه غير فاسيليسا. حكى كل حاجه وحشه مرات التاجر وبناتها عملوها في فاسيليسا، وكل كلمه وحشه قالوها عليها من وراها، حتى الكلام سمعوه باصواتهم هم ذات نفسهم. ابو فاسيليسا اتصدم باللي بيسمعه، خد بنته في حضنه واعتذر لها وطلع الولايه ورماها هي وبناتها في الشارع. خد بنته ورجع بيتهم في المدينه، وعاشوا في تبات ونبات، وبقت هي كل شويه تاخد بعضها وتروح تزور بابا ياجا
تساعدها في أعمال البيت وتروّقه لها وتقعد معاها شوية وتمشي، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. لو عايزين تعرفوا إيه اللي كان هيحصل في القصة، لو فاسيليسا اعترفت لبابا ياجا بحقيقة مين اللي كان بيساعدها في أعمال المنزل والمهام المستحيلة، ما تنسوش تتفرجوا على السيناريو التاني، وباي.